ترمس الافراح باكبر كميه. هنعملها ان شاء الله كده كميه كبيره النهارده ان شاء الله. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، اقول لكم هما بيعملوه ازاي في يعني في الافراح والشبكات والحاجات دي. طبعا الكلام ده في شبكه بنتي، ربنا يبارك لكم يا رب وعقبال اولادكم جميعا. تعالوا هنا كده من البدايه خالص. عندنا 10 كيلو من الترمس، لان دي شبكه مش فرح. في الفرح بنعمل بقى ال 20 كيلو وال 25 كيلو. عقبال اولادكم يا رب، اللهم امين، وتعيشوا وتفرحوا بيهم. عندنا هنا 10 كيلو من الترمس، جبتهم من قبلها بيوم، يعني انا بليتهم من قبلها بيوم. المفروض ان هو يتبلى اقل حاجه 20 ساعه او 24 ساعه. انا بحب دايما ابله 24 ساعه. فضيته زي ما انتم شايفين كده، والمفروض انه من 8 ساعات ل 24 ساعه حسب ما انتوا تحبوا، بس انا بحب ابله فتره طويله. بدات نقيته زي ما انتم شايفين كده، برده كل الحاجه اللي هي مش حلوه فيه. وانا برده وانا بغسله هتلاقوا برده الحاجات نازله. هنروح نغسله دلوقتي مع بعضنا عند الحنفيه، وهوريكم اي حاجه مش حلوه او اي حاجه خفيفه او اي حاجه قشرايه او بايظه او كان او ماني. كل ده كده هيعوم على وش الميه وهينزل معانا. بس انا حابه اوريكم بس ان احنا في الاول بنحطه في معون واسع شويه علشان ابله، علشان ياخد راحته خالص. وهتشوفوه برده لما يتبل هيزيد عن ده كمان وهيتكب منه كمان. واحنا جايين دلوقتي لان كان عايز معون اكبر من كده كمان. بس كده هلقط بقى كل اللي مش حلوه فيه الوقت كده. وتعالوا نروح عند الحنفيه سوا مع بعضينا ونغسله، وهوريكم لان بيبقى فيه نشا كتير ولازم يتغسل كويس. تعالوا هنا بقى خلاص عند الحنفيه اهو. بفتح بقى عليه الميه كده واقلب بايديا، بحيث ان لو اي حاجه خفيفه فيه مش حلوه هتعوم على الوش. لانه طبعا كان المفروض يتنقى ترمسيه ترمسيه، وطبعا ما كانش معايا وقت ان انا اقعد انقي واحده واحده. فبدات غسلت بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده كده. وكل الميه اللي بتعوم معايا فيها نشا او فيها مثلا ترابه او في اي حاجه، كل ده بينزل منها. وشايفين الميه لونها غير اهو. كل ده هينزل مثلا الشايه مكان الشكاره او اي حاجه زياده، كل ده بيعوم على وش الميه وبينزل في الميه زي ما انتم شايفين. هغسل بقى كويس قوي واقلب مره واثنين وثلاثه كده لغايه ما نغسله كويس قوي. وكل الزيادات اللي فيه اللي هي مش حلوه هتنزل، وكل الحاجه اللي هي مش محتاجينها هسيبها تعوم على الوش. طبعا الحوض فيه مصفى وكل ده مش هينزل من المصفى. هرجع اشيله بعد كده وارمي له الطيور، علشان زي حب الذره كده وحب القمح زي ما الطيور بتاكله. بس كده هعين كل اللي موجود على الوش دي، مش هخلي حاجه خالص من اللي عايمه الا لما تروق خالص الميه بتاعته. واملى عليه في الطبق زي ما انتم شايفين كده، واحطه على جنب على الرخامه. وهنغسل برضو التانيين بنفس الشكل. هزود ميه بقى كده تبقى زياده خالص، بحيث ان هو ياخد راحته خالص في الخمر. هجيبه بقى هنا كده على الرخامه. وتعالوا نغسل التاني برضو اهو. دول حاسه ان هم كبار شويه، كتار شويه عن التانيين. الطبق التاني صغير شويه، فيه حوالي 4 كيلو، ده فيه حوالي 6 كيلو. اكمل بقى غسيل بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا كان يوم بجد، كان من اوله لاخره كده. جبنا بقى كراسي، واعمل لكم باذن الله الفيديو الكبير على القناه الكبيره. كل هنا الفيديوهات هنا مقطعه زي ما انتم شايفين كده. عملت لكم المخلل لوحده، الشيبسي لوحده، الترمس لوحده، كل الحاجات دي كده لوحدها. انما الفيديو الكبير هيبقى على ام يوسف في الريف الكبيره. ان شاء الله احط لكم كامل من كله، واوري لكم كمان الكوشه وصوره للعروسه والعريس وكل حاجه ان شاء الله. الفيديو هيبقى على الصفحه الكبيره. تمام. هنا بس انا حابه اجيب لكم كل حاجه لوحدها، بحيث ان لو واحده فيكم عايزه وصفه حاجه لوحديها من اكل الطباخ بقى واكلاته وحاجته دي، يبقى كل واحد لوحديها. هو قال لي بليها من بالليل، انا بليته الظهر. تمام كده. بس كده غسلته اهو. كل الزيادات اللي فيه نزلت برده بنفس الشكل. كل الحبايه اللي هي مش مظبوطه نزلت في الميه. بعد كده هزود بقى عليه ميه، بس اغسله كويس. وهزود بقى عليه ميه واوديه برده على الرخامه. وهيقعد معايا 8 ساعات مبلول، وهنطل عليه. وبعد ال8 ساعات هنكمل شغلنا برده تاني، لان في خلال ال8 ساعات احتاج ان احنا نزود عليه ميه. تمام. لان هو ما شاء الله اللهم بارك ملى الطبق، واحتاج ان انا ازود ميه كمان. تعالوا بقى كده خلصناه وملينا الميه عليه. تعالوا على الرخامه هنا بقى كده علشان اوريكم عملنا ايه. شايفين كميه الميه؟ شايفين الترمسيه نفسها فين والميه فين؟ هوريه لكم بعد 8 ساعات بشكل تاني خالص غير اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله. تعالوا بقى كده هنا خلاص حطيناهم على الرخامه. والمفروض ان انا في الوقت ده اغطيهم وما اسيبهمش عريانين. تمام اهو. الميه بزياده عليهم، المكان واسع خالص في الطبق، يعني فيهم ان هم يبلهم وزياده خالص ويخمروا زياده، لان هي ما شاء الله الترمسيه بلدي مش من الممرره. بس كده غطيتهم زي ما انتم شايفين كده. والتانية برضو بصينيه زي ما انت شايفه. واسيبهم حوالي 8 ساعات وتعالي نطلع عليهم. الكلام ده بقى كان بالليل قبل ما انام. يعني انا بليتهم من الظهر وجيت بالليل قبل ما انام اطلع عليهم لقيتهم بنفس الشكل.
طيب انا مش هينفع، انا عايزه دلوقتي ازود عليهم ميه، ومش هينفع ان انا ازود في الاطباق زي ما انتم شايفينها كده. ما شاء الله الترمسيه عندي زادت، وطبعا زاد حجمهم في الطبق، فلازم ان انا انقص منهم شويه. جبت طبق تاني، دي كانت الفكره اللي في بالي، ان انا ازود الطبق تاني، يعني اجيب طبق تاني وانقص فيهم كميه زي ما انتم شايفين كده، واخد كميه من هنا وكميه من هنا احطها في الطبق التاني، بحيث ان انا انقص الطبقين الكبار وازود عليهم ميه علشان ياخدوا خمرهم الصح، لان كل اللي على الوش ده مش خمران صح، ناشف، الترمسيه بتاعته ناشفه. وبيني وبينكم انا بحب ابله فتره طويله، لان بحس ان الترمسيه تاخد حجمها براحتها وتزيد براحتها، فبتبقى جميله وطعمها طبعا احلى ومستويه وكويسه. نقصت بقى بنفس الشكل كده في الطبق وركنته على جنب، وده برضه هاخد منه طبقين 3 كده، بحيث ان انا اقلل هنا شويه وازود في الطبق التالت ده شويه. دي اطباق استانلس كده جايباهم جوه بعضيهم، بيجوا 3 جوه بعضيهم. اما الكبير ده انا جايباه لوحدي، ال3 اللي في بعضيهم دول بيبقوا حوالي 350 او 400 جنيه، بس 3 جوه بعضيهم بيبقوا حلوين. جايبه منهم برضو لجهاز بنتي، ربنا يتمم لها على خير يا رب، وعقبال اولادكم جميعا. اما الكبير ده انا جايباه للعجين لوحده. بس كده حطيت كده، وهزود بقى عليهم ميه، وهسيبهم بقى لغايه الصبح. يعني الطباخ قال لي انا هاجيلك الساعه 9 الصبح تكون الحاجه انت بلاها من بالليل، يعني انا كده كنت بلاهم من الظهر يا دوب كده كويسين، هيبيتوا طول الليل بقى في الميه اللي هم عليهم دول، وهنصبح الصبح اديهم لهم وهوريكم هو بيسلقهم ازاي وبيعمل ايه وبيحط ايه بالظبط علشان يبقوا نضاف وحلوين. وهوريكم تغليفهم برضو ازاي احنا مغلفينهم، بحيث ان كل واحد ياخد العلبه بتاعته اللي هياكل منها في الشبكه، ما يحتاجش ان هو 2 ياكلوا مع بعضيهم، ولا ان مثلا حاجه تتكب او الكلام ده كله. خلاص كده ظبطت الميزان بتاعتي، وتعالي بقى نسيبه نغطيه لغايه بالليل، من بالليل لغايه تاني يوم الصبح. هو الطباخ قال لي ياخدوا منك الساعه 9 الصبح. خلاص كده لقيتهم تمام، بلهم تمام، جبتهم هنا حطوهم في الحله الكبيره خالص دي، وما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين الرجاله شغالين، اللهم بارك، عقبال اولادهم يا رب، ويبارك لهم ويحسن ما بين ايديهم ويعيشوا ويعملوا احلى حاجه. بسم الله اللهم بارك. هيشيلوها بقى ويحطوها على الشعله الكبيره دي شعله الطباخين، هم بيجيبوها معاهم ويجيبوا حاجتهم معاهم، ربنا يبارك لهم، والحلل بتاعتهم وكل حاجه، هم مش بيحتاجوا مننا غير مكان والانابيب بس، انما هم ما شاء الله بيجيبوا حاجتهم كلهم، ربنا يبارك لهم يا رب، ويفرحهم باولادهم ويفرحهم بعمرهم يا رب كده، وعقبال ما يزوروا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الشغل اللي هم اشتغلوه عندنا، هم بجد نورونا في اليوم ده، وكان يوم جميل ما شاء الله اللهم بارك، وعقبال اولادكم حبايب قلبي كلكم. ولع عليها الشعلتين زي ما انتم شايفين كده، الشعله العاليه، ويحطها ويزود لها ميه ويحطها تغلي. ماشي، طبعا انه مبلول كويس او خمران كويس مش هياخد وقت كتير على الشعله، ما شاء الله الشعله عاليه فمش هتاخد وقت. كده خلاص كانت سلق. هيعمل ايه بقى؟ هيجيب ليمونتين ويقطعهم فيهم بس، ويحيق في الحياء بنفس الشكل الميه دي، وهيسيبه لما يبرد خالص، وانا هغلفه وهوريلكم انا غلفته ازاي. في الوقت ده هو طفى عليه واستنى لما برد شويه، قطع فيه ليمونتين زي ما انتم شايفين كده، قطع ليمونتين وسابهم زي ما انتم شايفين علشان خاطر يبقوا نضاف وحلوين. وجيت هنا انا بقى غلفته بنفس الشكل، قعدت انا والولاد والجيران طبعا ربنا يحفظهم، واخوات جوزي ربنا يبارك فيهم، غلفنا بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده، العلب دي اللي احنا بنحط فيها الرز ولبن، وغلفتهم، يبقى كل واحد ياخد علبه من حاله كده، حتى الاولاد لو حبوا ياخدوا، الاولاد بتوع الشارع ياخدوا العلبه بعلبتها ما تتكبش منهم. يلا حبايبي ربنا يتمم على خير، وعقبال